امي الله يرحمها علمت لي الطريقه، ومن ساعتها ومش بعمل الا هي بجد، لان هي بتطلع تحفه تحفه تحفه. تعالي يا قلبي شوفي الفيديو بقى ان شاء الله عشان تعرفي الطريقه، وان شاء الله هتعجبك ومش هتعملي الا هي. يلا بينا يا قلبي. بس طبعا قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قولي معايا عشان نكسب الثواب. اوعي تنسي اختك يا قلب اختك بلايك وشير ان عجبك الفيديو. يلا بينا يلا بينا. تعالي بقى اقولك يا قلب اختك، اول حاجه هنمسك الليمون نشقه 4 شقات من فوق كده، وبعد كده هنكون محضرين ميه على النار نحطه يغلي غلوه غلوتين ونطفي عليه. والزيتون هنا في ناس بتدق بالهون زي ما انت شايفه كده، وفي ناس بتشقه بالسكينه. انا بحب اشقه بالسكينه عشان يعيش معايا وقت طويل، يعني بحتفظ بيه من السنه للسنه. واجيب بردك المبشره ابشر الجزر بتاعي، والفلفل بردك البلدي بتاعي انا هنا بقطعه على 3. الفلفل البلدي الحلو كده الناشف ده. وبالنسبة لليمون بقى اللي انا كنت راكناه على جنب هعصره، عشان ده بردك هاخد المية بتاعة الليمون هضيفها على مية السليق اللي انا سايباها تبرد دلوقتي. اوعي ترمي القشر، مفيش حاجة بتترمى، اوعي. هعصر اهو الليمون كله بقى اللي فاضل ده، مفيش حاجة يا حبيبة قلبي تترمى. هجيب راس توم كبيرة مقشراها وكام قرن فلفل احمر، ودول بقى هضربهم في الكبة يا حبايبي، وبردك هركنهم وهيجي وقتهم دلوقتي هنعمل بيهم ايه. الزيتون بقى جبت كروانة كبيرة نزلت فيها بالزيتون، والفلفل اللي انا مقطعاه على 3 فلفل. واو، اوعى وشك مولع. والفلفل المكسيكي بقى يا جماعة مش قادرة اقول لكم على جماله في التمليح، تحفة تحفة تحفة. والليمون طبعا اللي انا قلتلك سلقته غلوة والتانية وتدفي عليه بردك صفيت ميته. والجزر بردك هنزل عليهم. وهنا بردك الثوم اللي انا ضربته في الكبة بالفلفل الاحمر نزلت بردك على الحاجات اللي انا حطيتها دي كلها. وهكون محضرة كوباية زيت، هنزل بكوباية الزيت بقى على الزيتون. وتكوني محضرة بردك ايه زي ربع كوباية خل كده. هنا التومة بالفلفل بتخليه ريحته تحفة تحفة تحفة، ويا جماله بقى في الطعم يا جماعة، حكاية حكاية بجد، روعة. كده قلبته كله مع بعضه كده. هجيب بقى يا قلبي البرطمانات وهبتدي املى البرطمانات بيه. الريحة بقول لكم يا جماعة ريحته تحفة تحفة. كده انا مليت البرطمانات اهو. هجيب بقى المية اللي انا كنت مية السليق ومية الليمون حطيتهم على بعض، والملح حطيت كوباية الا ربع ملح، وحطيت كمان معلقتين خل. وكمان يا حبايبي هنزل بمعلقتين ونص سكر. ونسيت اقولك قشر الليمون اللي انا بتاع العصر انا خلي بالك شلته جزء، والجزء التاني قطعته على 2 وسلقته مع الليمون اللي كان على النار، عشان بردك انا هسلقه واحطه بردك مع الزيتون. انا قلتلك مفيش حاجه بتترمى. قلبت بقى تقليب كويس جدا ميه الليمون دي، عشان دي اللي هتحافظ لي على الزيتون يا قلبي، دي اللي هتخليه يعيش معاكي من السنه للسنه. ابتديت بقى املى البرطمانات. هكون محضره اكياس تلاجة، بس قبل ما انزل باكياس التلاجة وقشر الليمون هنزل بحبه زيت على الوش. والزيت هنا هيمنع الطبقه بتاعت الريم تعمل كده على وش الزيتون. هجيب بقى قشر الليمون وهبتدي احطه على الوش من فوق، وده برضك بيمنع الريم. هجيب بقى كيسة التلاجة هطبقها تطبيقة حلوة كده واحطها بقى على قشر الليمون كده، واطلع الهواء كويس جدا. ما تسيبيش اي هواء يا قلبي في البرطمان.
واجيب كيسة تانية بردك اطبقها واحطها بردك على ايه، على حافة البرطمان، واحط الغطا واقفل كويس جدا، وادي البرطمان يا حبايبي بألف هنا وشفا.